الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه هيشتركوا داخل مصر وخارج مصر. النهارده هعمل معاكم غدا حلو جدا جدا، سهل وبسيط، ما عملتوش معاكم قبل كده. بس بفكركم قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما اقول اي مكونات، بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه. يلا بينا نقول المكونات. النهارده هعمل معاكم اللوبيا اللي بعيون سود دي غير الفاصوليا طبعا، اسمها اللوبيا بالشكل ده، فيها كده عين سودا بالشكل ده، تختلف خالص عن الفاصوليا الخضراء او الفاصوليا البيضاء. انا قعدتها 12 ساعه، واعملوا الطريقه اللي تريحكم. انا الصراحه بحب انقع كل البقوليات، بحس كده انها نظيفه وكل الشوائب طلعت منها. نقعتها 12 ساعه، ومعايا فصين من الثوم وقطعه صغيره من البصله وشويه من الكمون، وهسلقها. تمام كده، تمام لحد كده. عندنا هنا عصير طماطم بالشكل ده، عندنا اللحمه بتاعتنا هنعمل اللوبيا باللحمه، عندنا بصله مبشوره بالشكل ده ومعاها شويه من الثوم. عندي بقى اللي هي دي اللي هتودي اللوبيا في حتة تانية خالص في الطعم، ريحة وطعم تحفة. يلا بقى نقول المكونات بتاعتي دي اللي انا هحطها على اللحمة. ورق اللوري، هحط جوز الطيب، هحط فلفل اسود حب، بحب احطه كده بيدي طعم حلو ونكهة حلوة. فصين كده مسمارين من القرنفل. دي الحاجات اللي انا هحطها على الشوربة. وكمان هنا معايا عود قرفة صغيرة اهو. تمام كده، تمام. عندي هنا الحاجات اللي انا هحطها على اللوبيا بتاعتي. عندي هنا كمون على كزبره، بابريكا، ملح، فلفل اسود، هرش رشه من جوز الطيب هتدي طعمه حلو، وتوابل لحمه. دي كل الحاجات اللي معايا من التوابل، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نحضر اللحمه بتاعتنا. وانا كمان هعمل في الغدا حاجات تانية هقول لكم عليها على البوتاجاز. هعمل كده فاصوليا خضراء، هعمل رز وملوخيه. يلا بينا عشان الفيديو كتير معانا، بس انا طبعا الحاجات دي مش هعملها معاكم، انا هعمل بس اللوبيا عشان كل الحاجات دي انا عملتها معاكم قبل كده. يلا بينا على البوتاجاز، بس ما تنسونيش في لايك حلو للفيديو. كل حبايب قلبي، انا جيت هنا على البوتاجاز عشان اظبط اكلي واظبط الغدا بتاعي كويس. رفعت الحله دي، حطيت فيها الفاصوليا بالشكل ده. عندي الحله اللي انا هحط فيها احمر فيها البصله، ودي الحله اللي انا هحط فيها اللحمه. هنا هنزل بطماطميه وبصله، وهنا في اثناء ما اللحمه هتتسلق معايا لسه ما حطيتهاش، هنزل هنا باللي قلت لكم عليها. هحط هنا كمان القرفه، ورق اللوري، وشويه الفلفل الاسود والقرنفل بالشكل ده. معلقه السكر نسيت اقول لكم عليها، دي هحطها على الصلصه. تمام كده، تمام. صراحه بحب اقول لكم على كل حاجه عشان ما انساش حاجه. هنزل هنا باللحمه، غسلتها طبعا كويس، واسيب اللحمه تتسلق براحتها واغطي عليها. ويروح بقى كده للبصله، اقلب شويه. هنزل كده بالبصله واخلي التومه حبه كده شويه لغايه ما البصل يتحمر. تمام كده، تمام كده، تمام. معايا احمر بس البصله تحمير وارجع لكم كده الفيديو. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد البصله بتاعتي ما صفرت شويه. هنزل عليها كده حته التومه، تدي طعم حلو جدا جدا لللوبيا. لو عايزه تستغني عن التومه مفيش اي مشكله خالص على فكره، بس انا بقولك على الحاجه اللي بتدي طعم حلو. ريحه التومه بس تطلع معايا الدنيا هتبقى تمام دلوقتي. يلا بقى يا كل حبايبي، ما تنسونيش في لايك حلو للفيديو. كده تمام. هنزل عليها هنا بصلصه الطماطم، وزي ما انا متعوده معاكم بحط جزء من التوابل والجزء التاني بحطه في الاخر خالص عشان يديني الطعم والريحه الحلوه. البابريكا كده، كل التوابل اللي معايا، ومعلقه السكر نسيت اقول لكم عليها في التوابل. بس كده. وجوز الطيب خليها للاخر، نرشها في الاخر خالص تديني نكهه حلوه كده. في اثناء ما بتسبك معايا الطماطم اشتغل في اي حاجه تانية من الاكل اللي معايا باقي الغدا.
رجعت لكل حبايبي الغاليين على قلبي. انا اللحمه بتاعتي استوت نص سوا، شايفين اهي. طبعا في باقي الوقت اللي كان معايا ده انا خلصت باقي الاكل كله بتاعي، ما عادش معايا غير اللوبيا اللي انا بشتغل فيها معاكم كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا التقليه بتاعتها تمام كده، هنزل بيها هنا باللوبيا بالشكل ده. طبعا هي كده محتاجه منه شوربه تمام، فاحنا هناخد من الشوربه هنا بالشكل ده. الحاجات اللي انا خلصتها بسهوله ويسر الحمد لله. لما تكون كل حاجه معاكي جاهزه كل حاجه بتنجز بسرعه، ربنا بيسهل لها وتخلص قوام قوي. طيب انا كده معايا اللوبيا حطيت لها الشوربه، هاخد بقى اللحمه تكمل سوا معاها هنا، هيطلع طعمها تحفه وهتشرب من اللوبيا ويبقى طعمها حلو جدا كده بالشكل ده. هقول لكم بقى انا عملت ايه في باقي الغدا بتاعي. الاول هقفل على اللوبيا واقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه عملتها عملت ايه؟ فاصوليا خضراء، عملت معايا ملوخيه شايفين اهي، وعملت معايا رز حبه بحبه بالشكل ده. معايا كده اللوبيا زي ما وريتها لكم، حطيت فيها اللحمه، هسيبها تستوي مع اللحمه. هوريها لكم قبل ما تستوي عشان احط التوابل بتاعتي ونعرف مع بعض. يلا بقى ما تنسونيش في لايك حلو للفيديو. كل مشتركيني ومتابعيني الغاليين على قلبي واللي كمان لسه هيشتركوا في قناتي، اللوبيا بتاعتي كده استوت مع اللحمه، الريحه رهيبه حلوه جدا جدا. هنزل هنا في الوقت ده بكل التوابل اللي معايا. اخر حاجه تديني طعم مميز وريحه حلوه جدا وتحتفظ بنكهه التوابل في الاخر. شايفين الجمال بالشكل ده. يلا بقى هغرف ونرجع نقدم مع بعض اللوبيا باللحمه بتاعتي. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصت اللوبيا باللحمه بالشكل ده. قولوا له ايه رايكم بقى في الجمال ده. الصراحه الريحه روعه، انا ما بحبهاش بس ولادي بيعشقوها. مش بحبها قوي يعني، بحبها نص نص يعني، بس الصراحه ريحتها رهيبه. يلا بقى قولوا له ايه رايكم بالتكات والحركات والحاجات اللي انا عملتها فيها. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واقول لكم الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.